السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة للوصفة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، هي قلاية كده جميلة جدا. تنفع للفطار بقى، تنفع للغدا، للعشاء. بتمشي زي ما انت حابة. سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة جدا ومغذية وجميلة. ان شاء الله كده تجربوها وتنور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. في قلاية كده على البوتاجاز بتنزلي بمعلقتين 3 من أي مادة دهنية انت حباها. بتنزلي بقى بواحدة بطاطس متقطعة مكعبات. أنا مقطعاها مكعبات بالشكل ده. حابة انت بقى تصغري أكتر من كده براحتك انت. بتقلبيها بقى في المادة الدهنية لحد ايه ما تدخل في السوى، وتاخد اللون الأحمر الجميل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا بعد كده بقى بتكوني جايبة واحدة كده من البصل، حباية بصل بالشكل ده مقطعاها مكعبات صغيرة كده. ريحديها كده تشويحة مع البطاطساية لحد ما تدبل. في الوقت ده بقى لو انت حابة تضيفي اي نوع خضار عندك انت حابة تضيفيه براحتك انت. طبعا بعد البصلة ما خدت تشويحة بالشكل ده، هبدأ بقى انزل هنا بالفلفل الالوان. اي حاجه متواجده عندك، فلفل الوان، فلفل اخضر. ما انتش حابه تضيفي فلفل براحتك انت خدي الفكره. اي مكون حابه تضيفيه ضيفيه. واي مكون حابه تشيليه من الوصفه براحتك انت. طبعا قلبت بقى الفلفل مع البطاطس والبصل لحد ما ياخد تشويحه بالشكل ده. بعد كده بقى هبدأ أضيف الطماطم. معايا بقى حبتين من الطماطم أنا مقطعاهم مكعبات، هنزل بيهم على الخضار بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. لو انت حابة تضيفي معلقة كمان من الصلصة براحتك انت. طبعا بعد ما نزلت بالطماطم راح اقلبهم كلك مع بعض عشان كله كده يتشوح مع بعض كده. وياخدوا الطعم الجميل كله من بعضه. بعد كده هنزل بفصين من التوم، بيدي ريحة جميلة جدا. طبعا كل ما بتنزلي بمكون بتدي تقليبة كده علشان كله يتجانس مع بعض. بعد كده بقى هبدأ أنزل بالتوابل. أي توابل أنت حابة تضيفيها ضيفيها. نزلت بملح ونزلت بكمون على كزبرة. هنزل كمان بنص معلقة كده من البابريكا. لو حابة تضيفي شطة براحتك أنت. معايا رشة صغيرة كده من مكعبات الخضار. بعد كده بقى رايحة أقلب الخضار كله مع بعضه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا كل ده على نار هادية علشان مفيش حاجة لا تنهري منك ولا تتلسع منك. بعد كده بقى هبدأ أنزل بنص كوباية كده من المية علشان تغطي عليها بقى وتتأكدي إن الخضار كله أخد السوى المظبوط. رايحة أقلب كده تقليبة. بعد كده رايحة أغطي زي ما قلت لحضراتكم وحاسبها كده في حدود 10 دقايق كده، يعني مش وقت كتير ولا حاجة. في حدود 10 دقايق. بعد كده هعري عليها. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال من غير ما نضيفه صلصة ومن غير ما نضيفه أي حاجة. رايحة أديها بقى تقليبة بالشكل ده. وهبدأ بقى أنزل بالبيض بتاعنا. طبعا كمية البيض بقى بترجع لك انت، بيضة 2 3 4 زي ما انت حابة تضيفي بيض براحتك انت. هنا نزلت هنا بأول بيضة. بعد كده هنزل كمان بالبيضة التانية. انا ما اناش حابة اكسر البيض بقى، انا حابة اخليه الواحدة بواحدة كده. لو انت حابة بقى تبقي تفكيه من بعضه كده براحتك انت. نزلت بقى بالبيض بالشكل ده زي ما قلت لحضراتكم على نار هادية جدا علشان ما تتلسعش منك. هغطيها واسيبها في حدود كده 5 دقايق او اقل كمان. شايفين الجمال بسم الله ما شاء الله، البيض استوى وبقى في منتهى الجمال. حبيت اتأكد بقى ان البيض استوى بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي على البيض ده زيت من التقلية اللي قدام حضراتكم دي. بعد كده بقى هي كده استوت وبقت في منتهى الجمال. هبدأ بقى أطفي بقى عليها. وبقى بتقدميها للفطار بألف هنا. بس أنا حبيت بقى كده أضيف لها رشة كده من الكزبرة أو البقدونس.
أو ممكن بدال الكزبرة أو البقدونس ممكن ترشي رشة كده من البابريكا أو الفلفل الأسود، بتديكي طعم جميل جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله قد إيه سهلة وجميلة وفي منتهى الجمال. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.